سيادة النائب عبد المنعم إمام. سيادة الرئيس، احنا بنتكلم عن دين لأجهزة الدولة كان 79 مليار دولار، والحكومة في مؤتمر صحفي كبير وقعدت تتكلم على انه قدرنا ننزله ل 75، واحنا قدام قرض كنا واخدينه 3 مليار دولار، فسددناه في نوفمبر وجينا النهارده ناخده تاني ب 2 مليار دولار بفايدة حوالي 8%. وانا شخصيا لم اسمع عن اي شركة في العالم تجرؤ انها تاخد قرض على الدولار ب 8% سنويا، خاصة كمان واحنا بنتحرك دلوقتي في سعر الصرف وخليناه مرن زي ما الحكومة قالت، وده رقم لا تجرؤ حتى شركة قطاع خاص انها تاخد بيه، لانه رقم على الفايدة دولار كبير جدا جدا. الحاجة التانية والخطيرة انه قبل الازمة الكبيرة اللي هي ازمة ساعة محافظ طارق عامر كان المال الساخن بيساوي 85% من الاحتياطي النقدي. النهارده رغم ان الحمد لله الاحتياطي النقدي عندنا بقى 47 مليار دولار، لكن المال الساخن حوالي 44 مليار دولار. يعني بنتكلم في 90% من الاحتياطي النقدي مال ساخن. يعني اي ازمه كبيره هندخل في ازمات اضعاف اللي احنا دخلناها قبل كده. سياده الرئيس، الحكومه كان ديونها 168 مليار دولار بعد صفقة راس الحكمة وعدد من السدادات اللي النهارده بنرجع فيها، فرحنا كلنا ان هو نزل ل 153 مليار دولار. بالوضع اللي احنا ماشيين فيه مع القروض التنموية اللي لسه جايه واحنا بناء عليه ان احنا هنقفل كده السنة واحنا تقريبا رايحين ل 160 مليار دولار. طب احنا كده بنخفض ولا بنزود؟ الحاجة التانية، هذا المجلس في نوفمبر الماضي أقرر القانون بتاع الوكالة المصرية لتنمية الصادرات. كان المادة الثالثة منه بتتكلم عن إنه البنك المركزي يستحوذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات في خلال 3 شهور، وإنه الموضوع باختصار عشان الوقت، ولحد هذه اللحظة لا تم الاستحواذ، وإحنا طلعنا القانون ولا حاجة حصلت فيه، فإحنا ما عدناش عارفين الحكومة دي بتفكر إزاي. يا ريس، احنا الجيل اللي عاصر كلمة عيش عيشة اهلك وهي اهانة، والنهاردة بهذه السياسات بنعيشها وهي امنية. انا برفض هذا القرض بشكل واضح. شكرا جزيلا. شكرا.